السلام عليكم ورحمة الله. 8 طرق لو طبقتوهم في حياتكم هتغير حياتكم 180 درجة، هتخلي حياتكم بإذن الله كلها سعادة وإيجابية وراحة نفسية. هيكون إن شاء الله بإذن الله تفريج للهموم وتفريج للكروبات، وهيكون إن شاء الله ربنا يخرجكم من كل ضيق لكل يسر. أتمنى إن انتوا تتابعوا الفيديو للنهاية. معاكم الدكتورة هند عزت. أهلا وسهلا بيكم في سلسلة حلقات أحلى سنة جديدة 2024. علشان نكتسب عادات جديدة لازم نعرف الآية اللي دايما بكررها في كل حلقاتي وبقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالناس اللي مش قادرة تغير عادات حياتها، مش قادرة تغير من ظروف حياتها، فإليكم الطرق دي واتبعوها كويس قوي وإن شاء الله هتلاقوا التغيير. رقم 1، إن أنا أشوف وراقب نفسي في الكلمات اللي أنا بتكلمها وبقولها. يا ترى مثلا أنا حد بيسألني عاملة إيه؟ الحمد لله أنا بخير. هل أنا بقول لنفسي بتكلم كلام سلبي؟ أصل ما هتسألنيش السؤال دوت، ده أنا تعبانة قوي، ده أنا مخنوقة، وكل ما حد يسألني أشتكي بقى من الظروف ومن الحال والدنيا صعبة. كل ده انت كده عمال تدي نفسك ايه؟ بتدي كلماتك دي، انت بتخش جوه عقلك الباطن، بتديها لنفسك انت. بتبقى انت بتبرمج، عمال تبرمج دماغك على ان عقلك يبقى فعلا كده مش مبسوط. فانت دوست على زرار ان انا مش مبسوط، فالشعور ده اختيار انا بختاره. فاكون ان انت اخترت شعور ان انت تكون مش بخير، حتى لو انت فعلا الدنيا وحشة والظروف تعبانة، بس اخترت شعور ان انت تكون مش مبسوط وان انت مش مرتاح وان انت مش بخير. انت فعلا عقلك هيصدق كده وهيبرمج نفسك انا فعلا مش بخير. فهي عاملة زي الدايرة، كل ما تتخنق وتقول كلام سلبي اكتر تتخنق اكتر ويزيد مشاعرك السلبية اكتر، وما تلاقيش في الاخر مخرج، يعني حلقة عمال تلف بيها حوالين نفسك. فانتبهوا الله يبارك لكم للكلام اللي انتوا بتقولوه. لو كان ان انت طول الوقت عمال تشتكي، لو انت حد بيسألك انا مبسوطة، انا الحمد لله، انا بخير الحمد لله، شعور الامتنان والشكر دايما على لسانك. يا ريت ان انت تخصصوا كراسة وورقة وقلم وتكتبوا كل يوم مشاعر امتنان وشكر لله سبحانه وتعالى، تتأملوا فيها كل النعم اللي في يومكم. ده صدقوني يعني ربنا بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالكلام اللي احنا بنقوله سواء سلبي او ايجابي عقلنا بيصدقه وبيتبرمج وبيمشي، وبتمشي حياتنا بالاختيار اللي احنا اخترناه، بالكلام اللي احنا قلناه. لكم قصة ظريفة. كانت في واحدة ما اتجوزتش وما كانش بيتقدم لها ناس، لكن كل ما امها تسأل حد يسألها تقول ده هي مخطوبة لابن عمها، مع ان البنت دي اصلا لا كان بيتقدم لها حد وكانت رافضة موضوع الجواز. يعني هي ما كانتش حابة ان هي تتجوز اساسا، لكن سبحان الله امها دايما هي مخطوبة لابن عمها. فهي كانت متأملة فعلا الست ان هي عايزة بنتها تتخطب لابن عمها. فسبحان الله ابن عمها لف وخطب كذا مرة، وفي الاخر لف وجالها هي، يعني رغم ان فرق السن ما بينهم كبير. فسبحان الله يعني مع كل كان مذهول من هذه التجربة يعني. فطول ما احنا بنتفائل بالخير بنلاقيه، بنتفائل بالشر بنلاقيه برضو. زي ما احنا عندنا حسن ظن في الله سبحانه وتعالى في امور حياتنا هتكون حياتنا. والكلام بقى الكلام هو يعني يعتبر هو ايه، هو حسن الظن بالله. لما انا اقول الحمد لله انا بخير، انا في نعمة، الحمد لله ربنا اداني، الحمد لله انا في احسن حال، فكل دوت انا من جوايا ايمان عميق بالله سبحانه وتعالى ان انا في اللحظة دي او في اي لحظة في احسن حال مهما كانت الظروف. الخطوة التانية ان انا اقبل ان انا اخوض اي تجربة، اي تجربة في حياتي اقبل ان انا اخدها. ايه المشكلة؟ هتضيف لي دي يعني حاجة كده هدية جاية عشان يعني تضيف لحياتي. فايه المشكلة ان انا اجرب وافشل؟ مش مشكلة لو انا ما نجحتش فيها. فكون ان احنا بنخاف نخرج من منطقة الراحة بتاعتنا اللي احنا عشنا فيها الكومفورت زون، فهو ده اللي بيسبب لنا الألم ويسبب لنا المعاناة. لما ان انا اقبل الألم والمعاناة، يعني الكومفورت زون ده بيريحنا من الألم، بيريحنا من الإحساس بالألم. لكن ان انا اخد تجربة ده بيسبب لي ألم، فانا اقبل الالم ده، اتقبل الالم واتقبل ان انا عايشه في كومفورت زون وفي منطقه الراحه. انا عارفه ان انا عايشه في منطقه الراحه دي، فصعب اخرج منها.
فتقبل الألم اللي هيوجعني لما أنا أدخل في تجربة جديدة وأخوض تجربة جديدة وأخرج من منطقة الراحة، أتقبل هذا الألم. التجارب الجديدة اللي أقصد عليها مش شرط إن أنا يعني إيه تجارب جديدة يعني تغير مجرى حياتي، التجارب الجديدة إن أنا أعود نفسي إن أنا معيش في منطقة الراحة، إن أنا مثلا كل أسبوع أعمل لنفسي حاجة جديدة بعملها. يعني مثلا إيه؟ إن أنا أصلي قيام الليل، حاجة جديدة. إن أنا أصلي السنن، إن أنا أخد تجربة جديدة، إن أنا أبتدي أحفظ القرآن، إن أنا مثلا أبتدي أثقف نفسي دينيا، إن أنا مثلا التجربة الجديدة إن أنا أعمل لنفسي مع أولادي ساعة في اليوم أقعد فيها وأقرب ليهم. يعني المهم إن أنا كل مثلا كام يوم كده أو كل أسبوع أشوف إيه الجديد وأطبقه في حياتي وأعمله. رقم 3 بقى، واللي أنا المفروض كنت حاطاها أول واحدة، واللي أصلا دي هي كل الحاجات دي كلها إن هي هتغير مجرى حياتي بشكل انتوا هتلاحظوه، وعن تجربة وعن تجارب ناس كتيرة، إن علاقتي بربنا سبحانه وتعالى واصلة لأي مدى، لأي ليفل أنا واصلة ليه، لأن علاقتي بربنا هتفرق في علاقتي مع نفسي، في علاقتي مع البشر، في الظروف اللي أنا فيها دلوقتي. فأنا في أنهي درجة، في أي درجة أنا وصلت بيها لعلاقتي بربنا. رصيدي والبنك اللي أنا حطيت إيه؟ حطيت استغفار كتير، عمالة يعني أخلي ده من عاداتي اليومية. ضمن العادات اللي أنا بادرّب نفسي عليها إن أنا مثلًا أخلّي لنفسي وِرد استغفار، إن أنا أخلّي لنفسي صلاة على النبي، إن أنا أخلّي لنفسي دعاء بقى أخلّيه في كل حياتي، مش شرط في الحاجة بس اللي أنا باتمناها وعايزة ربنا يحققها في المستقبل. دعاء مثلًا أنا رايحة أغسل مواعين، يا رب عِنّي إن أنا أغسل مواعين لوجهك الكريم يا رب، علشان يا رب عِنّي إن أنا أطبخ طبخة أطبخ النهارده بسرعة علشان أولادي ياكلوا لوجهك الكريم يا رب. فكل حاجة أنا عمّالة أعملها يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. فبقى إيه إن هو عبادة في حياتي بتؤجر عليه، وكمان زي البنك والرصيد اللي بنحطه علشان أنا هاحتاج ده، هاحتاجه جدًا، جدًا لمّا آجي أدعي ربنا في هَم، في كرب، هاحتاجه يعني هاحتاجه زي رصيد أنت بتسحبه من البنك لمّا بتتزنق. متنساش دايمًا إنه تفريج الهموم بالاستغفار، وقُلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. شُفتوا قد إيه الرزق الواسع؟ صلاة الفجر قد إيه بتفتح أبواب. يعني إحنا يا جماعة لو عرفنا عندنا حاجات كتير والله العظيم هنلاقيه هو أساسًا أساس الراحة النفسية، أساس علم النفس، أساس الطب النفسي، فما يعني أساس في علاقاتنا. فإحنا كناس متخصصين نفسيًا نلِف ونرجع هنصُب في هذا الشيء. فأنا عشان آخُد راحتي النفسية آخُدها في عادة باعملها باطبّقها بتقرّبني من ربنا. إيه هي العادة دي؟ أنا من عادتي أخلّيه مثلًا من عادتي الاستغفار، من عادتي الصلاة على النبي، من عادتي مثلًا إن أنا أصلّي قيام الليل، فأجعل لنفسي عادة مميزة ليّا بتقرّبني لربنا سبحانه وتعالى. ومن كتر ما أنت مثلًا في الأول العادة دي عشان تبقى عادة وهتبقى في الأول تعب علينا، اللي هي قُلنا إيه comfort zone، إن أنا في منطقة الراحة دلوقتي، فيبقى في الأول معاناة وألم، بعد كده خلاص هتتعوّد، بعد كده خلاص هتبقى دي جزء مننا، لو أنا ما عملتهاش هاحس إن أنا تعبانة. 4 هيغيّر حياتي بإذن الله، وهيكون يعني يطفي كده البهجة ويطفي السعادة والنجاح، وهو إن أنا أدّي لنفسي الوقت والاهتمام. ده من ضمن التقدير الذاتي. طول ما أنت شخص بتقدّر ذاتك، بتحس بقيمتك، بتهتم الأول بنفسك. اهتمامك بنفسك هيخلّيك تهتم بأولادك، هيخلّيك تهتم بعلاقاتك، هيخلّيك تهتم بحياتك كلّها. طيب أدّي نفسي الوقت إزاي؟ إن أنا أدّي لنفسي الوقت إن أنا مثلًا أعمل حاجة أنا باحبها، أدّي لنفسي الوقت إن أنا أهتم بنفسي، أدّي لنفسي الوقت إن أنا أراجع نفسي، أنا وصلت لأنهي مستوى من إن أنا من قيمة نفسي، من تطوير ذاتي. كل ده أنا باراجع نفسي فيه، من إن أنا أراقب نفسي أنا باكلم نفسي إزاي من جوّه، هل أنا باقول لها كلام سلبي والّا باقول لها كلام إيجابي؟ أهتم بصحتي، ما آكلش أي أكل وخلاص، ما أتحركش أي حركة كده وخلاص علشان الوقت، عشان إحنا مستعجلين، عشان العيال، عشان أصل ورانا مشوار فين، أصل ضغوطات الحياة، لأ، لازم يبقى ليّا وقت لنفسي علشان ده جزء من قيمة النفس. وطول كل الناس اللي مش مهتمية بنفسها أو ناسية نفسها، كل الناس دي هتلاقيها في الآخر انضغطت وبقى عندها stress عالي جدًا مش عارفة تتعامل معاه. رقم 5 هيديكوا إن شاء الله الراحة النفسية والسعادة والسلام مع نفسكوا كده، إن انتوا تعملوا تغييرات يومية.
حتى لو حاجة بسيطة كده يعني مثلًا شِلت حاجة من مكانها، غيّرت نظام مثلًا أوضة، غيّرت مكان الفازة، عملت حاجة كده حتى لو صغيّرة، عملت لنفسي فنجان قهوة شربته بمزاج، يعني حاجة كده تغيير كده جديد يضفي السعادة عليَّ وعلى اللي حواليّا، فالتغيير مطلوب يا جماعة، لإن ده لراحة النفس. لو أنا مثلًا جِبت حاجة جديدة، جِبت فستان جديد، اشتريت لنفسي حاجة جديدة، أي حاجة جديدة في حياتك اعملها عشان تدّيك طاقة إيجابية. سادس حاجة عايزاكم تعملوها تدّيكم تغيير وراحة نفسية، إنكم تسامحوا نفسكم يا جماعة، تسامحوا نفسكم على الإحساس بالذنب، على جلد الذات، على تأنيب الضمير، إن طول الوقت عمّالين حاسين بنجلد نفسنا ونحس بالذنب ده بيوقّفنا، بدل ما إحنا مفكّرين إن إحنا عمّالين نجلد في ذاتنا إن إحنا كده الناس كده يعني بنتقي ربنا، لأ يا جماعة هو الإحساس بالذنب ده عند مرحلة معيّنة وخلاص والمفروض يُقف، لإنه كده هيخلّيك تُقع في الذنب أكتر. فالإحساس بالذنب رجاءً إنك تسامح نفسك وتعرف إن الله سبحانه وتعالى هيغفر لك أي ذنب، وإن الله سبحانه وتعالى هيسامحك، فالإحساس بالذنب بيوقّفك، الإحساس بالفشل كمان، كون إن أنا حاسة بالفشل، حاسة إن أنا إنسانة مش ناجحة في أي حاجة، لأ أقبل الفشل إن هو جزء هيكون من نجاحي، إن هو بيعلّمني، وأقبل الظروف المحيطة، أقبلها، قبول ظروف حياتك، قبول نفسك، قبول كل الأشخاص اللي في حياتك، القبول ده هيخلّيك في حالة سلام داخلي. يعني إيه أقبل؟ يعني أنا خلاص عارفة إن كل حاجة من الله سبحانه وتعالى خير، وأقعد أسأل نفسي بقى طب إيه الحكمة؟ إيه الحكمة إن الله سبحانه وتعالى يحطني في الظروف دي والمحطة دي؟ إيه الحكمة؟ فأقعد أطلّع كده الحاجات الإيجابية من كل حاجة بتحصل. أكتبها في ورقة وقلم، بورقة وقلم، ده هيعلّمني كتير، لإن الله سبحانه وتعالى يعني بيحطّك في محطات، بيحطّنا في محطات ليه؟ علشان لمّا نوصل للنجاح اللي إحنا عايزينه مش من مرّة واحدة، إن إحنا نقوم ونقع، نقوم ونقع عشان نتعلّم ويدّينا يعني حاجة أكتر وأفضل. ربنا سبحانه وتعالى قادر يدّينا الحاجة زي ما إحنا قُلنا إنه بالكلمة كُن فيكون، لكن هنا إحنا عايزنا نتعلّم، بيأهّلنا، عايزنا نتطوّر عشان نبقى مؤهّلين إن إحنا ناخد الحاجة اللي إحنا بنتمناها، حاجة هتريّحكم من ضغوطات الحياة وهي الانتباه للحظة الحالية، إن أنا أعيش في هنا ودلوقتي، الماضي مش بتاعي ولا الحاضر ولا المستقبل بتاعي، أنا ما اعيشش أسيرة للأحداث اللي حصلت قبل كده، ده لو حتى من ساعة ما اعيشش أسيرة ليها، أنا خلاص هنا ودلوقتي. اللي حصل حصل واللي فات مات، لكن أنا أعيش أسيرة للحظة الماضية يبقى أنا كده باضيّع كل حاجة في حياتي، والّا أعيش في المستقبل إنه إن شاء الله لمّا أعمل الحاجة اللي أنا عايزاها هاستريّح، فما يمكن لمّا ييجي وقتها إن أنا أموت، ما يمكن الحاجة دي ممكن ربنا يقدّر إن أنا ما احققهاش، ليه أضيّع اللحظة اللي أنا عايشة فيها هنا ودلوقتي؟ فأي حاجة أي إحساس ييجي لك وِحِش نتيجة إن أنت يعني عايش في الماضي أو في المستقبل، قُل لنفْسك أنا هنا ودلوقتي والتمرين ده على فكرة ده تمرين بيتعمل ولمّا تدرّب نفْسك عليه كتير هتلاقي نفْسك لوحدك بتقول لنفْسك وتطمّن نفْسك لأ ما تقلقش أنا هنا ودلوقتي. في نهاية الفيديو أتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وشكرًا ليكم.